من نهار حليت عيني اخويا حمدي، حليت عيني على الام والاب ديالي مطلقين ملي كانت عندي تقريبا شي عامين. انا كبرت مع مرات الاب ديالي، كبرت واحد الطفوله اللي صعيبه شويه هذيك الساعه، يعني كنت معاناه بزاف د الحوايج، حيت شي حوايج ما تنساوش ليا حتى الان، باقي ما تنساوش ليا. كبرت اخويا لمده تقريبا يعني شي 26 سنه تقريبا وانا كابر مع مرات الوالد، حيت انا الام ديالي ما كبرتش مع داك الحنان وداك الشيء، ما عمري حسيت به. انا الام ديالي ما عمري قالت كلمه ديال الوالده ولا شي لعيبه، حيت الام ديالي ما عقلتش عليها صراحه، ما كبرتش، ما عرفتش تقريبا ضربت عندي واحد العمر عاد باش عرفت فين كتسكن وعرفت فهمتي، يعني شي ديك الساعه ما كنت صغير، انا ما كانش كتجي يعني تقريبا كبرت تلاقيش معاها، كنت تلاقيش معاها شي مرات. هي حيت هي عايشه حياتها، عندها ولادها راجلها، يعني شي على قد الحال، ما معمرها يعني ما عندهاش فاش غتعاوني ولا فهمتي كدير ليا، وعندها ولاد ديال اخرين، يعني تقريبا راه عندها ولاد اخرين مع السيد اللي تزوجت به. انا كبرت مع مرات الوالد ديالي، كبرت واحد الطفوله اللي صعيبه شويه صراحه، مابقيتش معاناه مع مقارنه بين كانت زاد عندها واحد الولد يعني كان صغر مني، ديما كتميوز يعني فهمتي، ولده ديما احسن مني، ولده يعني ما عمري خاصني نكون انا تقريبا احسن من ولده. كرفيس ديما كانت كضربني ملي صغير، فيه شي ضربات في راسي هنايا خويا حمدي نوريهم لك، يعني كانت ضربتني ملي كنت صغير، باقي عاق عليه من اليومين هذا خويا. رغم ذلك كنقول انا بحال الام ديالي، حيت كبرت فهمتي، حليت عيني عليها، حيت انا كنعتبرها الوالده، يعني ملي كانت عندي عامين وهي رباتني كنت نعتبرها الوالده. رغم ذلك كنقول ماشي مشكل، قريت يعني وصلت للباك، يعني خديت من الباك ديالي صافي، من تما خويا ويتغير حياتي، يعني درت السونطر خويا، قريت خديت الدبلوم خويا حمدي، صافي اضطريت انني كنت خدام الحمد لله بخير. تعرفت على واحد الانسانه، تعرفت عليها كانت خدامه معايا خويا حمدي، صافي فكرت انا كنت في ديك الاول كنت نفكر في الهجره، كنت كنفكر بزاف د الحوايج، كنت عرفت على السيده هذه، قلت صافي الانسان بنت الناس، غنتزوج وغنكون اسره يعني نعاون راسي ان شاء الله وتيسر لي الامور، صافي توكلت على الله. كنت الحمد لله خدام بخير اخويا حمدي، يعني كنت خدام في واحد الشركه، وكنت خدام في واحد الموتور ديال واحد السيد في كلوفو، يعني كنت تقريبا كنت عايش بخير، كنت كاري هنا في حاجه الحي محمدي، كنت كاري واحد نص بارطما، كنت عايش الحمد لله بخير لمده تقريبا ديال 8 شهور يعني، وانا مزوج. انا الزوجه ديالي واخا الاب ديالها في الاول ما كانش باغيني لها، يعني كان لا باغي لها شي واحد يكون شويه ميسور ماديا. انا واخا السيده ما تعرفش عليها فرضاتني على الاب ديالها، يعني فهمتي صافي الاب ديالها شافت عيا ما بقى كيدير، زوجنا واخا ما كانش باغي يزوجنا. ملي تزوجت اخويا يعني كما قلت لك خويا مدة 8 شهور كنا عايشين بخير، دخلوا ناس بيناتنا، خلقوا لي مشاكل بزاف د الحوايج، هي تيخربقوها انا خربقوني، بقينا بحال ما وصلنا لمرحله ديال الطلاق تقريبا. طلقت، ملي طلقت بقيت انا في ديك الدار، يعني مرضت نفسانيا، يعني الخدمه اللي كنت خدامه طلقتها، موطور كنت خدام فيه تا هو طلقشو، يعني ما بقيت صافي، مرضت الدار اللي كنت كاري اخويا، ريحت فيها واحد المده ديال شي 20 يوم، يعني ما بقاش قادر نخدم، صافي مرضت. وليت قلت شنو، قلت انا نرجع للدار ديالنا، دار ديال الوالد، نريح تما نشوف نقاد الامور ديالي ونشوف ديك الساعه شنو غندير. انا خويا حمدي ملي رجعت للدار كنت فاجئ بمرت الوالد، ما بغاتنيش نرجع، شافتني اول حاجه قسما بالله وربي شاد عليا، الناس اللي كيشوفوني راه كيعرفوني خويا حمدي، راه كيعرفوني منطقه الهلاوين راه معروف، كنت الحمد لله بخير وكنت بزاف د الحوايج، والله خويا الا كنسافر كنلبس مزيان مالي في راسي، ما عمرك كنت كنطر شي نهار خويا حمدي نطرى لي شي ونخرج للزنقه. انا خويا ملي رجعت للدار مرت الوالد كتقول لي بقى كاري، علاش راجع عندنا بقى كاري، انت تهنينا منك انا وراجع عندك؟ لا انا راه شفتي الظروف، راني لا طلقت وداك الشيء كامل اللي كان عندي راني مشى ليا، والدار اللي كنت كاري ما بقيتش قادر نخلص لك راه، حيت راني ريحت من الخدمه. رغم ذلك دخلت ملي ما صافي، قلت ماشي مشكل، قلت انا نصبر، انا غنريح واحد الشهير هنا، واخا تقول لي دارت ليا ماشي مشكل نصبر، يعني حيت عارف راسي ما غنطولش معاه، ما حيت ما عرفتش راسي خويا حمدي ما غنطولش معاه، يعني انا الحمد لله كنت باغي نغير الامور ديالي نقاد النفسيه ونخرج. وكيهضر الوالد، ولكن الوالد مسكين راه كيجي من الخدمه كيجي كيلقى ديما معايا في المشاكل، ديما ولدك. انا الحمد لله والله اخويا حمدي ما كندير شي بليا، ما خايب ما والو، حيت كنت انا شي انسان اللي خايب ما كنتقدرش تخرجني من الدار، وما كنتش غنعيش التشرد، يعني كون راه مريح في الدار واش خاف مني. انا خويا حمدي كانت كتخلي يجي الوالد وكتنوض تخلق معايا المشاكل باش يجي الوالد ديما يلقى المشاكل في الدار. الوالد انا ما يقدرش، حيت انا الوالد ما يمكنش، انا راه عندي انا من الوالد عندي خواتاتي صغار اخويا. انا راه اول كلمه قالت لي ملي دخلت للدار، قالت لي وداك البيت اللي كنت كتنعس فيه راه شدو بناتي، بحال ما قالت لي شدو بناتي، قالت لي حنا تتهنينا ورتاحيش مع ولادي وجاي نشاي علاش جاي يبقى كاري، بحال ما قسما بالله وربي شاد عليا، قلت عليها فشي كلمه ما تسمحش ليا غديهم القيام والفيديو راه يبقى شاد عليا. قلت لها انا ماشي مشكل، قلت لها انا ما ندخل لها من البيت ما نعش فيه، انا راه في الصالون نعس ماشي مشكل، واحد الصوينه عندنا صغار في الهروين، في ديك الاحياء الشعبيه ديال الهروين. صبرت دخلت اخويا حمدي،
الوالد كيجي، الوالد ما كيجي كيدخل للدار في العشيه كيشرب شاي، فهمتي، كيتعشى كينعس. يعني ما كان انا الوالد من داك النوع، ماشي داك الوالد اللي كيريح معاك ويتواصل معاك ويعرفك شنو عندك، فهمتي، ويهضر معاك. الوالد انا شويه ديما فهمتي الغوش، تقدر تجي تدوي معاه يغوش عليك. ديما يعني ما كانش قريب ليا بزاف الوالد اصلا، ماشي داك النوع ديال الوالد غنريح معاه ونقول شنو عندي وشنو ما كنزعمش ندوي معاه نهضر معاه ونعاود ليه. الاب انا كنت عايش معاه فهمتي، ما حيش عنده ولاد وش هو، يعني ما يمكنش انا نخلي مثلا حيت انا ديما كنت نحس براسي في ذاك الدار، واخا كنت عايش معاه كنت نحس براسي ديما من، يعني ديما داك خويا صغر مني قريب راه عنده شي 21 سنه، ديما متميز عليا فهمتي، حيت كاينه مو ديما كتزين لي الصوره ديالو فهمتي مع الاب ديالي، كتقول لها. المهم انا ديما يعني ما كتبغيش تشوفني كنكون قسما بالله خويا حمدي، الا كتكون بعض المرات كناخذ حوايج ولا كنكون بخير في حال شي ولا شي لعيبه، كنت ديما كنحس بها ما فهمتش، ما باغينيش نكون احسن من ولدها، يعني كتبغي ديما ولدي يكون ديما مع الولد ديالي. انا تقريبا مده مابقيتش انا صراحه، شحال هادي مابقيتش انا الفيديوهات اللي فهمتي، هو الفيديو ما عرفتش تقدر تشوفه نقدر ما تشوفوش وصلاه. تعرفك هي امك؟ اش عرفني يعني راه عارفاني حيت انا شيفاني تقريبا دابا راه ماشي بزاف، واحد المده اللي بزاف يعني شيفاني. الحنان ديال الام ما كاينش اخويا حمدي. انا ملي قلت لك انا ملي عامين وانا ما عقلتش فهمتي، ما عمري قسما بالله وربي شهد عليا ما عمري قلت، ما عمري ديك الحنان ديال الام ما عمري حسيت به قسما بالله خويا ما نكذب عليك. قلت لك جيت الدار ديال مرت الوالد بقات ديما قسما بالله خويا حمدي بعض المرات كتبين لي شي طرق بطريقه غير مباشره، كنكون مريح مثلا بحال ما كنحلي حوايجي في الماكينه الصابون، حوايجي موسخين، كنجي كنلقى الحوايج كاملين حاشاك مصبنين الا الحوايج ديالي اللي موسخين باقيين في الماكينه. ما كنقدرش ندوي، كنشوف شكل عيان ما كنقدر نقول والو. شحال من مره خويا حمدي عاوتاني هادشي حوايج زعما بساط اللي كتبين لي باللي صافي سير بحال هادشي. كنجي مثلا كنلقى خويا حمدي كيبان لي الغدار كيطيب، الغدار كنشوفو كيطيب، كنخرج بحال ما هكا كنجي مثلا زعما على الاقل زعما تكون مخليه شويه الغدا، كنجي كنلقى الدنيا جامعه مطرفه، كنسول خويا دريه صغير كنقول لها اختي صابا شوفي لي فهمتي الوالد ديالك واش كاينه شي حاجه ناكلها ولا شي حاجه، كتقول لها احنا عندنا ريستوران يمشي ياكل في الزنقه. يعني ديما التمييز ديما محاقراني. هادشي كنقول لك في ظرف السيمانه الشيء ماشي ما ريحش معاه شي مده طويله في السيمانه خويا حمدي ما كايناش قسما بالله. ديما الهضره كتخلي شي كيجي الوالد، انا كتمرضني كيجي الوالد، انا كنكون الحمد لله بخير ما جابد ما والو، حتى كضرب ديك الخمسه وناس قرب 6 كتنوض تجبدني بشي حاجه ولا تلوح لي الهضره باش تخلق معايا مشكل، باش يجي الوالد يلقاني مناقش معاه زعما يجي يشوف هذا راه ولدك شنو كيدير. ديما بحال ما خرجت للزنقه بحال ما خارج بحال ما كدرتش كنبدل بساعه اخرى، وكنشوفنا كنقلب على خدمه، كنقلب واحد وزين ديال البلاستيك شما حدانا واحد وزينات في الهروين، يعني باش تيسالي بغيت نتحرك باش نديباني راسي نخرج نقلب على راسي. جيت اخويا حمدي واحد النهار كنلقاه جا معايا الشكاره هذه، واحد الصويك صغيور حاطها لي حدا الباب، كتقول لي تقريبا مع شي 5 ونص، عاقل عليها بالضبط، انا عاقل عليها مع 5 ونص، عاقل عليها خويا حمدي نهار الخميس. كنلقى خويا حمدي حاطه لي الحوايج ديالي، كتقول لي سير بحال هادشي، قال سير صافي، قال لي بوكس سير بحال هادشي. الوالد راه ما قال له والو، حاجه قلت لي علاش جمعتي لي حوايجي، بقيت انا واقف حدا الباب كنتسنى الوالد باش يجي باش ندوي معاه باش يشوف لي شنو يلقى لي حل. كنت فاجئ الوالد كيجي كيلقى مسكين تا هو المشاكل كيتغاوش معاها، هذه هضره كيجي يقول لي الوالد انا ديما كنجي كنلقى المشاكل، انا فهمتي عايش من الشيء هذا. صافي بقيت كنشوف شي عيش، هزيت الحصاك ديالي خرجت عند واحد السيد حلاق، شم واحد الراجل كبير راه معروف في المنطقه ديال الهروين، واحد الحلاق دويش معاه عاودت لي شنو كاين، قلت له راه ما هضرش معاه بلا ما نذكر سميه ديالو، راه معروف واحد السيد من منطقه الهروين في كوري الدجاج بالضبط. قلت ليه راه شنو كاين رشيد شنو كاين، قال لي نهضر مع الاب ديالك كنتصل بيه دابا غنسولو نشوف شنو كاين نهضر معاه. اتصل بيه خويا حمدي، كيجي الوالد ديالي كيتصل كيضرب معاه، ملي اتصل بيه جا عنده كدوي معاه قال لي شنو كاين. داك السيد الحلاق شويه جا عندي قال لي شوف الاب ديالك، قال لي راه معمرين عليك مزيان والاب ديالك فهمتي يعني راه مضغوط دابا، قال لي دابا نشوف صبر بغيتي تصبر وحتى الغدا ونعاود ندوي معاه. انا شفت عيش اخويا حمدي ما صافي مرتش ما كانت مدمر اخويا، ما رحمتنيش كون خلاتنا واحد شويه والله اخويا حمدي ما كنتش باغي نطول زعما ولا شي حاجه. خرج الزنقه انا ما واحد النوع، انا دابا فين كتنعس؟ انا في الاول اخويا حمدي ملي خرجت للزنقه خرجت للمحطه، يعني في ديك المنطقه ديال الهروين خرجت اخويا للمحطه ولاد زيان، يعني ما بقيتش مريح في المحطه تقريبا المده ديال في الاول 3 ايام ما نعساش قسما بالله وربي شاد عليا اخويا حمدي اللي ما نعست 3 ايام وانا كندور في المحطه. راه الناس ديال السيكوريتي الناس اللي كاينين في المحطه الكورتيه راه يشوفوا هاد الوجه راه غيعرف. بقيت كندور اخويا في المحطه كنعس هنا ملي الله كتبغي تنعس في المحطه كيجي السيكوريتي كيقول لك نوض، يعني راه ممنوع تنعس، يعني محطه وزيان معروف في هادشي. بقيت كندور كل مره فين، مره هنا في المحطه، يعني المده ديال المحطه ملي بغاو يديروا الاصلاحات سدوا المحطه اخويا حمدي. خرجت من المحطه بقيت كنبات في واحد الجامع ديال المحطه راه منه الكلاب بحال ما كاينين واحد الحصير كنعس فيه مع الفجر، كنعس تما من ورا صلاه الفجر كنعس متكرفس، يعني داك المورال باش انا نمشي نقلب على خدمه ولا نقلب على شي حاجه ولا ندير شي حاجه ما كاينش متكرفيصه. تحط الراس باش ما عندكش اخويا ما كنعس قسما بالله الا كنعس ساعتين ديال المكانه، كنعس اخويا من ورا الفجر حتى الصباح وكنبقى صافي نهار كامل وانا كندور حالتي اخويا حمدي كيدير، يعني التكرفيصه ديال الله والحق.
الوالده نكذب لك ما نقدر نوصل لها والو، حيت الوالده ما شي مسكينه ما مغلوب على امرها صراحه وما عندهاش فهمتي. كون كان عندها مسكينه وتشوفني ما تبغيش تشوفني في هذه الحاله، واخا داك الحنان ما انا ما نقدرش نرجع خويا دابا، واخا نبغي نرجع ما نقدرش نرجع عندها صراحه، حيت ملي انفجرات عليا يعني راه ما بغاتنيش، حيت كون كانت كتعرف الله شويه وكتخاف الله كانت غتصبر عليا واحد المده بما تصلحت النفسيه ديالي تقادات وخرجت قلبت على راسي.